السلام عليكم. اليوم احنا في رحلة إلى مزرعة أبو جواد للزهور، أكبر مزرعة في الحسا ولا في المنطقة الشرقية ولا السعودية؟ في الأحساء. أكثر ورد عندنا اللي هي مزرعة أبو جواد. ما شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. ما شاء الله مزرعة متميزة، ما شاء الله، ورد طبيعي جميل ما شاء الله. وهالورد لازم يقطفونه الصبح بكير، الصباح الفجر، ولا تذبل وريحتها بعد تروح، صح؟ لذا اللي بيزور المزرعة لازم من الفجر يجي. لا، ما من الفجر، لأن احنا الحين في الشتاء نخلي لهم شوية ممكن يشوفون زي ذبل ما ذبل، يعني يشوفون طبيعة الورد. اي بس بكير، لازم بكير الصباح. ها؟ الصباح. وعندهم ما شاء الله منتجات المزرعة كلها منتجات جميلة ورائعة وطبيعية. الزهور يمكنكم شراء الزهور هنا، صح؟ بكم الكرتون يا ابو جواد؟ هذا الكرتون نبيع ب 25 ريال. الصغير هالكرتون هذا؟ أيوة. 25 ريال. أيوة. ممكن يستخدمونه في حق الشاي. الشاي، ما شاء الله طعم لذيذ جدا في الشاي. الحق مثلا الأكل. ممكن قلت بعد ينقعونه في ماي، ممكن يشربونه، صح؟ ممكن ينقعونه في ماي. الورد هذا يخلون بس يخلون هذا بس. ايه، وينقعونه في ماي. ورق الزهرة ينقعونه في ماي. لا، الزهرة ذي يذبونها تولد. ايه طبعا هذا بس. أيوة. هذا بس الورق. ايوه الورق ينقعونه في ماي. ينقعونه في ماي مقدار 24 ساعة 25 ساعة يوم 45 كامل. ساعة 45 يومين ينقعونه. أيوة. يومين. بعدين يحطون بس في الجيك 10 حبات تكفي، يشربون ماي ورد طبيعي. ما شاء الله، صحة وعافية. الله. سفسيف هنا ما شاء الله. كم علبته يا ابو جواد السفسيف؟ السفسيف 10 ريال. ب 10 ريال ما شاء الله، جميل حلو. عندنا وهنا السدر عندنا ورز حساوي ما شاء ورز الله. حساوي. عندنا تمر حساوي. تمر، اي نوع تمر هذا؟ هذا في شيشي شيشي ها، وخلاص ما شاء الله. في عندنا كبسة يد اللي هو مكبوس. ايه، مكبوس كبسة يد. ما شاء الله. وهنا سعف بعد، مشغولات يدوية. هذا مشغولة يدوية ما شاء الله، يعني يجي يشوف المزرعة والزهور الجميلة ويتسوق في نفس الوقت. منتوجات أحسائية. ايوه ما شاء الله. وهنا جلسة رائعة جميلة ممكن تجلسون فيها بعد ما تتعبون من التمشي في المزرعة. مزرعة جدا رائعة. هنا نطل عليكم إطلالة رائعة. اللي حذي وعيش الحليب الكرك. في موجود مشروبات، الله يعطيها العافية. ممكن حليب كرك. ايه، حليب وكرك بتبيع. حليب وقهوة وكرك ما شاء الله، مشروبات كلها. المشروبات كلها ما شاء الله. طبعا عندنا هنا شوي ما شاء الله، ذرة. ها، بيصير شوي ذرة ما شاء الله، حلو. عندنا اللي يبغى بليلة، في موجود بليلة. حلو. وهنا بعد واحدة تبيع عطورات وبخور. تبيع عندنا جميل جوهر اللومي. جوهر اللومي. ايوه عرفته. وهذا عصير الليمون يسمونه ايش ذا؟ هذا المبخر. هذا لا، العصير الليمون ذاك مو عصير ليمون. هذا ماي، عبارة ماي لومي. ماي اللوم. ماي لومي. يصبون على شو اسمه الشورب، يصبون على الزلطة، شربات والسلطة. شوربة. انتم مسويينه هنا في المزرعة؟ عندنا دبس خلاص. دبس ما شاء الله بعد. وهنا زهور بعد هنا مجففة. وهذا مجفف. ما شاء الله جميل. اللي عندنا الحاضر قمنا نجفف، ما في بيع. صحيح، زين ممتاز. نعمة الله حفظتوها. هذا عندنا احنا قمح مال النخل. ما شاء الله. طبعا شو يسوون فيه ذا؟ حق المتزوجين. ممكن ما ينجب يساعدهم. عيال. ممكن. بإذن الله إذا ايش اسمه مرة ثانية؟ هذا نسميه احنا قمح. قمح مال النخلة. ايوه، يخدم النخلة وممكن يساعد على الإنجاب. ايوه، يساعد على الإنجاب. يعطيكم العافية ان شاء الله. اللي عندهم يتمنون ذرية ان شاء الله ممكن يجون يشترون منكم. وطريقة استخدامه شلون؟ طريقة استخدامه معلقة عسل بصل. اوكي. معلقة شاي، خبوطة مالت شاي.
حبة السمراء السوداء. حبة سوداء مع عسل ومع هذا زيت خلطة كله. إيه؟ حليب طازج. مع حليب طازج. مع حليب الصباح. في الصباح. تستعمله لا مقدار يعني بين الحق ترى الرجال والحق الحرمة. اثنين لازم يشربون. لا ما اذا ضعيف. الضعف اللي عنده ضعف يعني. اللي عنده ضعف. اوكي. فيستعمله قد 40 45 شهرين. ما شاء الله. طبعا ان شاء الله. والله الله الله كريم ان شاء الله. الله يرزق اللي ما عندهم ان شاء الله يا ربي كلهم. الله كريم. الله يحييك. مزرعة حلوة الله يعطيك العافية. كم سنة لك وانت تشتغل في هالمزرعة يا ابو جواد؟ والله لي الحين هو 37 سنة. 37 سنة. المزرعة هذه ورثتها من اهلك ولا شاريها لا انت؟ والله متضمن. ايه؟ متضمن. ايه يعطيك العافية. طبعا عندنا حلوة. حلوة ما شاء الله. حلو. حسوية. حلوة حساوية ما شاء الله. عندنا اللي هو حبة سوداء. عندنا حبة سوداء بعد. القهوة عندنا. قهوة بعد ما شاء الله. قهوة ما تنخل هنا. طبعا نوى التمر. قهوة نوى التمر صحية. سمعنا انها صحية ما شاء الله. هذا مرت عليه النبي. ما شاء الله ما شاء الله. زينة. هي مفيدة. اثبتوا علميا ان قهوة نوى التمر صحية اكثر يعني مفيدة اكثر من القهوة العادية. ويلا نشوفكم على خير ان شاء الله في تغطية اخرى. معكم الاستاذ وفاء جواد رمضان من مجموعة الأحساء في قلوبنا. خليكم شوي تستمتعون بالمناظر الخلابة اللي هنا ما شاء الله. وهنا عندهم شوي ذرة يعني متعة جدا. ممتع. وقت ممتع سوف تقضونه هنا في المزرعة وفي الأحساء وسهل الوصول لها. مفتوحة من الصباح ما شاء الله. شيء جميل وحلو. والدخول بس 10 ريال يا بلاش. وقت جميل. العيلة كلها تستمتع انها تقضي وقت هنا. مع السلامة في حفظ الله ورعايته. جو هذه هنا الجزء الرابع من المزرعة ما شاء الله. كل جهة فيها شوية زراعة. شيء جميل. وهنا جهة كلها بباية. مزرعة البباية. وهذا عيالنا الحلوين الشاطرين الله يحفظهم. من الدخول عشان الواحد يشوفها. جميلة ما شاء الله.